واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله. هذا البرنامج برعاية متجر إسلام، للأناقة عنوان. تفضلوا بزيارة صفحة متجر إسلام على الفيسبوك أو زيارة الموقع الإلكتروني للمتجر، وستجدون الرابط في صندوق الوصف. هو أبو بلال ضرار بن الأزور الأسدي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم فقال: ما غبنت صفقتك يا ضرار. اشتهر بأنه كان فارسا شجاعا شاعرا، وشارك في حروب الردة ومعارك الفتح الإسلامي، وقد أرهب ضرار الأعداء حتى لقبوه باسم الشيطان عاري الصدر. كان فارسا لا يشق له غبار، ضرار بن الأوزر، الذي هجم على جيش الروم وحده فأخذ يضرب فيهم يمنة ويسرة، فلم يستطيعوا إيقافه. يخرج أبطال الروم وقاداتهم فيتهاوون أمامه واحدا تلو الآخر، وهو كالهرم الشامخ لا يتزحزح، حتى إذا أراد ضرار الرجوع والانسحاب تبعته كتيبة كاملة من جيش الروم، فيها ما يزيد عن 20 فارسا يحاولون القضاء عليه. وهنا تأتي بطولة هذا الفارس المغوار، حيث يخلع درعه من على صدره ويرمي الترس من يده، فتزداد خفته وقوته، وينطلق إلى تلك الكتيبة الرومية فيضرب فيهم بسيفه في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، فيقتل منهم ما يزيد عن 10 أو يقل قليلا، وتفر باقي تلك الكتيبة الرومية إلى معسكر الروم فرار الفأر إلى جحره. وبعدما ذهل الروم من هذا الفارس الذي قاتلهم، تنتشر أسطورة في جيش الروم اسمها الشيطان عاري الصدر. نعم، إنه ضرار بن الأزور الذي لقبه أعداؤه لهول ما رأوا منه بالشيطان عاري الصدر. ولم تنتهي بطولة هذا الفارس الكمي في هذه المعركة، فحين جهز أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه كتيبة فدائية بقيادة ضرار بن الأزور، فهجموا على جنود وردان قائد جيش الروم فقاتلوهم حتى قتلوا جميع حرس قائد جيش الروم. حينها تنكر ضرار رضي الله عنه وارتدى درع أحد جنود الروم، ووصل إلى خيمة وردان، فعرف قائد جيش الروم أن الذي وصل إليه هو تلكم الأسطورة التي يتحدث عنها جنوده في معسكراتهم، إنه الشيطان عاري الصدر. فانهال ضرار رضي الله عنه على قائد جيش الروم بسيفه فأرداه صريعا، وأخذ يصيح بالتكبير. فكانت معركة أجنادين هي المقدمة لفتح بلاد الشام، وكان ضرار بن الأوزر رضي الله عنه واحدا من أبطالها المعدودين. وفي يوم اليرموك حين أقبل عكرمة رضي الله عنه على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض شديد الحر، فلما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عكرمة رضي الله عنه من على جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم. فلما رآه خالد بن الوليد بادر إليه وقال له: لا تفعل يا ابن العم، فإن قتلك سيكون على المسلمين شديدا. فما كان من عكرمة رضي الله عنه إلا أن قال له: تنحى عني يا خالد، جاهدت بنفسي ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، أفأستبقي الآن نفسي عن الله ورسوله؟ ثم نادى في جيش المسلمين وقال: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن المغيرة وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين،
فقاتلوا رضي الله عنهم أشد قتال حتى كانت الغلبة للمسلمين. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض المعركة عكرمة بن أبي جهل وإخوانه الذين بايعوه على الموت. أما ضرار فكتب الله له الحياة من جديد، فظل رضي الله عنه يقاتل في معارك الشام إلى جانب خالد بن الوليد حتى توفي في طاعون عمواس، ودفن رضي الله عنه بأرض الشام. ولا تزال القرية التي دفن بها هذا البطل باقية إلى يوم الناس هذا، واسمها قرية ضرار. فرضي الله عنك أيها الفارس البطل، وأسكنك فسيح جناته. أبحري أبحري وانخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنار، كن على